السلام عليكم. انا دكتور نورهان. لازم نعرف ان حوار ان حد يجي يحكي لك سر ويرتاح لك ده موضوع مش بيحصل مع اي حد، لانه لما بيحصل معناه انه ارتاح لك، ومعنى انه ارتاح لك يعني هو بقى بيثق فيك، لانه لو مش بيثق فيك عمره ما هيجي يحكي لك اسراره اللي هو بيحكيها ليك، كأنه بيعري نفسه قدامك وبيبقى مستنيك تغطيه او تهديه على الاقل بكلامك. فارجو انكم تتبعوا النصايح اللي انا هقول لكم عليها دي، لان النصايح دي مش من عندي انا وبس، لا دي من خبراء ناس كبيرة جدا متعاملة في المجال ده، وكمان في حاجات انا هذكرها لكم من تجاربي الشخصية. يلا بينا نبدأ بأول نصيحة. اولا ما ينفعش لما الشخص يجي يحكي لك حاجة خطيرة او خاصة بيه وشك يبقى عليه نوبات من الهلع والصدمة انك مش مصدق انه عمل الحاجة دي، وتعمل له بوشك الحركة المشهورة اللي هي انت تعمل الحركة دي، انت تغلط الغلطة دي، انا ما كنتش اتوقع ان التصرف ده يطلع منك. وتكون وقتها بتطبقوا المقولة اللي بتقول محاميا على أخطائه قاضيا على أخطاء غيره. أحب أبشرك إنك لو عملت الحركة الغلط دي، الشخص ده بعد كده لو مش عايز يحكي سر بس، لا ده لو بيموت انت آخر شخص هو هيستغيث بيه أو هيجي يحكي لك كلمة واحدة. الحل هنا بقى ان ملامحك خليها كلها طبيعية، خليها كلها اهتمام وخوف عليه، وتقترح ليه حلول للمشاكل اللي هو بيحكيها لك. صدقني هو هنا مش هينسالك وقفتك جنبه دي في حياته ابدا. وخليكوا عارفين ان استشعار الاشخاص لشخصيات الناس اللي حواليهم بتزيد اكتر في حزنهم، يعني هو حزين هيشوفك وهيتحسس من اي حاجة انت بتعملها اكتر ما هو في الوقت العادي ما عندهوش اي مشكلة، مش هيبقى شايف اخطائك في مشاكله زي ما هو شايفها في الاوقات اللي بيكون الدنيا معاه تمام ومظبوطه. ثانيا بقى اوعى تقول له انت غلطان، وما كانش ينفع تعمل كده الا لو هو حكالك الموضوع وعايزك تحكم عليه، هل انا كده غلطان ولا مش غلطان. طب لو الموضوع فضفضه بس، اوعى تقول له انت غلطان، عشان يا حضرة النبيه وهو جاي يحكي لك السر او الحاجه اللي مضايقاه وزعلان منها، ده معناه ان هو بيقول لك انا غلطان بس بشكل غير مباشر. فانت لو قلت له انا غلطان في الوقت ده، عمره ما هيتقبل منك الكلمة وهيشوفها تقيلة على قلبه، وهيشوفك وقتها وانت بتقوله انت غلطان كأنك بتقوله لا لا لا، زعلك ده مش عاجبني وتأنيب ضميرك ده مش مكفيني، انا عايز اشوف ضميرك يأنبك اكتر من كده. الشخص وقتها صدقني هيشوفك بالمعنى الحرفي ده، كأنك بتتشافى فيه وفرحان ان حصل له مشكلة او انك عرفت عنه سر ممكن تمسكه عليه زلة في يوم من الايام. الحل بقى لما حد يجي يفضفض لك بالطريقه دي انك تحضنه وتطبطب عليه، وتعرفوا ان كلنا بني ادمين وربنا غفور رحيم، وان شاء الله بالمجاهده الغلطه دي ما عادش هتتكرر تاني، او الموضوع هيعدي على خير، وانها فترات وبتعدي في حياتنا كلنا. في مره من المرات واحده من زمايلي حصل معاها وضع مشابه، كنا قاعدين في قعده وكلنا بنات، فحكت حاجه وهي بتحكي نفسها صعبت عليها، فجاه لقيناها بتعيط وعيونها احمرت ووشها احمر، ومحدش من البنات اللي قاعدين عبرها ولا قال لها كلمة ولا قام طبطب عليها. اعتمدوا انهم يسيبوها بتعيط، قال كده هي بترتاح، بس هي فعلا كانت بتعيط عشان ترتاح وفي نفس الوقت محتاجة دعم اللي حواليها. محدش قام من القعدة كلها غيري انا، وفضلت اطبطب عليها واخدها في حضني واقول لها معلش وحقك علينا لو احنا زعلناكي في حاجة وهكذا. تخيلوا ان البنت قامت من الموقف مش فاكرة اي حاجة غير ان انا الوحيدة من البنات اللي قمت وطبطبت عليها ووستها، وروحت واتصلت بيا وشكرتني. عشان كده لما بتحصل لها اي مشكله واحنا قاعدين في قعده وبتلاحظ اي حاجه ما بتروحش تقولها لحد غير ليا، لانها عارفه انها لما هتجيلي هتبقى عارفه ان انا فاهماها، هتبقى عارفه ان انا مصدر امان ليها، وان انا مش هقول لها انت غلطانه او هنبها على الحاجه الفلانيه. فياريت تخليكوا مصدر امان واحتواء للاشخاص اللي حواليكوا، علشان ما يكرهوش انهم يجوا يحكوا اي حاجه بتحصل معاهم. ثالثا بقى اوعى حد يجي يحكي لك سر وبعدها يلاحظ انك اتغيرت معاه، واوعى تقولي دلوقتي مستحيل هو يلاحظ حاجة زي دي، عشان صدقني انت كده هتبقى بتضحك على نفسك. علشان الاشخاص اللي بيحكولنا الاسرار بتاعتهم او بيحكولنا اي حاجة متعلقة بيهم، لو تلاحظوا هتلاقوا تواصلهم ومعاملتهم ومراقبتهم لينا بعد ما حكولنا الحاجة دي زادوا جدا، وبيبقوا ملاحظين افعالنا وتفاصيلنا بأدق التفاصيل اللي انتوا ممكن ما تتخيلوها. فاوعى تتغير معاه وتعامل معاه عادي جدا بعد ما يحكي لك الحاجة دي.
وصدقني انت نفسك لو حكيت لحد حاجة ولاحظت انه اتغير معاك انت هتستحقره وهتحس ان هو ندل في نفسه كده وهتكرهه. هكذا الاشخاص هتكرهك، وصدقني انت كده هتضرهم بكذا طريقة. من الطرق دي انك هتخليهم يكرهوا البشر حواليهم ويكرهوا التعامل معاهم ويكرهوا انهم يحكوا اي سر في حياتهم او اي حاجة نفسهم يفضفضوا بيها للاشخاص اللي قدامهم. واللي انا قلت عليه ده مشكلة بتعاني منها اغلب الامهات وكمان الابهات. يقولوا ابني مش مصاحبني، ابني مش بيحكي لي اسراره، ابني. طب بص لحضرتك الاول، انت ما وفرتلهوش مأمن او مكان امن كده يحكي فيه كل اسراره، ما كنتش صاحب ليه، ما علمتهوش ان احنا كلنا بشر وبنغلط، وان انا ابوك او ان انا امك وانا الوطن اللي هيحتويكي. لا انتوا بتخوفوهم، بتندفعوا فيهم، بتقولهم انتوا غلطانين، بتضربوهم. قولوا لهم انتوا غلطانين بس بلاش تعملوهم بالقسوة الفظيعة دي. صاحبوهم وتلاشوا انكم تعملوا معاهم الحاجات اللي انا قلت عليها دي. وفي النهاية عايزة اقول لكم ما ينفعش تقولوا انا لا يمكن اغلط الغلطة دي. الفرق ما بينك وبين الشخص اللي عمل الغلطة دي ان ربنا حط الاختبار قدامه هو ضعف، ولكنه عافاك منه لانه عارف انك ممكن تضعف وممكن ما تستحملش انك تغلط الغلطة دي. فربنا بس عافاك من الاختبار وما حطهوش قدامك، لكن حطه قدام الشخص ده. وربنا يعفو عننا جميعا عشان احنا في النهاية كلنا بشر وضعاف النفوس وبنغلط كتير. مش هتبقى انت وضميره واخطائه كمان عليه. ما تنسوش لايك وتعملوا لنا سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.